السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات حياة الروح. اليوم غادي نقدم لكم طاجين ديال الحوت بالخضر. غنحتاجو في هذه الوصفة غنحتاجو حوتة وحدة ديال الشرغو كما كتشوفوا معايا، يعني من وزن كيلو. ممكن تستعملوا نتوما اي نوع ديال الحوت يعني اللي موجود عندكم. غنحتاجو قليل من الخيز او الجزر اللي مقطعناه هكا طريفات دوائر. انا ما غاديش نعطيكم الكميه، يعني نتوما ممكن ديروا الكميه اللي بغيتو على حسب الرغبه ديالكم. غنحتاجو كذلك البطاطا او البطاطس اللي نقيناها وقطعناها دوائر كذلك. غنحتاجو مطيشه او الطماطم اللي كذلك قطعناها دوائر. غنحتاجو فلفله حلوه اللي كذلك نقيناها وقطعناها دوائر. غنحتاجو ملعقه كبيره من مطيشه ديال الحك، مطيشه المصبره. غنحتاجو قليل من زيت الزيتون وكذلك قليل من الحامض المصير. غنحتاجو كذلك قليل من القزبر ومعدنوس، وغنحتاجو 2 فصوص ديال الثوم اللي قطعناهم. غنحتاجو كذلك التوابل. عندنا هنا تحميره كما كتشوفوا معايا، وعندنا عندنا الكمون، وعندنا الخرقوم البلدي، عندنا الخرقوم الملون، عندنا شويه الملح، عندنا شويه الابزار، وعندنا شويه الاسكنجبير، وعندنا زيت الزيتون. انا هاد الوصفه غنستعمل فيها غير زيت الزيتون. نتوما اللي بغا يستعمل اللي ما يتوفرش عنده زيت الزيتون بغا يستعمل زيت المائده، يعني لكم الاختيار. كندوزو لطريقه تحضير الوصفه. اول حاجه غادي ناخذوا الثومه والمعدنوس، نضيف لهم التوابل. يعني نتوما التوابل على حسب الاختيار، اللي بغى يكثر او اللي بغى يدير توابل قليله على حسب الذوق ديالكم. غندير قليل من الزيت الزيتون، خلط خلطوا حتى ينسجم هاد المكونات باش نعمروا بهم الحوت ديالنا او السمك. نديروا قليل من الخل. انا نسيت ما ذكرتوش في الاول، انا دائما كنسى. قليل نخلطوه كذلك. صافي خلطنا المكونات. دابا غادي نعمروا بها الحوت او السمك ديالنا. كما كتشوفوا معايا كنعمروا السمك من الداخل. وغندهنوا من الفوق. انا كما كتشوفوا معايا راني قطعت السمك يعني قليل هكا بالموس او السكين باش يدخل مع التوابل. غندهنوا كامله باللقامه والتوابل ديالنا. ندهنوا من الجانبين. ندخلوا اللقامه في هاد الاماكن اللي حنا قطعناهم بالموس باش يدخل معهم التوابل مزيان. كما كتشوفوا معايا حنا عمرنا بالتوابل من الداخل، وخلينا قليل من التوابل باش نمرقوا بهم الطاجين ديالنا. دونك انا خليت واحد شويه باش نمرق. غندوزو للطاجين. ناخذوا الطاجين ديالنا، غنديروا فيه قليل من
الخيزو او الجزر. نستفوهم بحال هكا. كما شفتوا معايا نستفد شويه ديال الجزر. دابا غنحطوا السمك ديالنا او الحوت ديالنا فوق الجزر كما كتشوفوا معايا. غنعاودوا نستفوا الجزر مره ثانيه فوق السمك ديالنا كما كتشوفوا. حنا درنا الجزر من تحت باش يطيب، يعني الجزر كيشد شويه الطياب والحوت ما كيشدش الطياب بزاف. دونك حنا درناه هو الاول. عاد غنديروا البطاطس كذلك اللي قطعناها دوائر. نستفوا البطاطس ديالنا بحال هكا. دابا استفنا البطاطس ديالنا. دابا غنستفوا الفلفله حتى هي. كما كتشوفوا معايا دوروا على الطاجين، قادوه باش يجي المنظر ديال الطاجين كذلك يجي المنظر زوين. وعاد نضيفوا الطماطم حتى نستفوها. من بعد ملي استفنا المطيشه والفلفله، دابا غنضيفوا الزيتون، قليل من الزيتون. انا درت الزيتون اللي مرقد عندي في المنزل. نتوما يعني اللي ما متوفرش عنده ممكن يستعمل الزيتون اللي كيتباع جاهز، لكم الاختيار. غندير واحد القطعه اللي غنقسمها على جوج ديال الحامض. كنديرها هنا كما كتشوفوا معايا. غادي ناخذ المطيشه ديال الحك، مطيشه مصبره، وغنضيفها على اللقامه ديالنا اللي شاطت لينا. تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال المطيشه. غنضيف ليها الماء قليل من الماء باش نمرقوا به طاجين. نخلطوا القامه مع مطيشه مصبره. نديروا واحد المعلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك. زيد شويه الماء. ونخوي فوق الخليط ديالنا كامل. هاد شويه اللي بقى غنزيد عليه شويه الماء. ونضيفوه هكا في الجناب باش يتمرق لينا الطاجين ديالنا ويطيب. دونك الا لقيتو نتوما الا بان لكم ان المرق قليل ممكن تزيدوا تضيفوا الماء، ماشي مشكل. دابا غادي ناخذ الطاجين ديالي نحطه فوق النار حتى يطيب
ونقدموا بالصحه والراحه. دونك انا غادي نحطو فوق النار ومن بعد غادي نوريكم هو كيطيب. الطاجين ديالنا هو حطينا فوق النار كما كتشوفوا معايا. غنضيفوا ليه واحد القطرات ديال زيت الزيتون كما كتشوفوا معايا، قطرات ديال زيت الزيتون. نغطيو على الطاجين ديالنا ونخليوه حتى يطيب. الطاجين ديالنا ها هو ملي بدا يغلى كما كتشوفوا معايا. غنوضعوا عليه واحد الورق ديال سيدنا موسى او ورق الغار، يعني هذا اختياري اللي بغى يستعملو. دونك استعملوه مع المرق ونعاودوا نغطيو عليه حتى يطيب الطاجين ديالنا مزيان كما كتشوفوا معايا هو كيطيب. الطاجين ديالنا كما كتشوفوا معايا ها هو وجدناه باقي سخون كما كتشوفوا معايا. نوضعوا ليه واحد شويه ديال الزعتر من الفوق، قليل من الزعتر باش نسموه. الزعتر اختياري كما كتشوفوا معايا. الطاجين ديالنا بالصحه والراحه. اللي عجبو الفيديو ديالنا يدير اعجاب والمشاركه ديالو بين الاصدقاء، وما تنساوش تشاركوا معنا في القناه ديالنا باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديال القناه. وكنشكركم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.